من الأكلات السورية القديمة ويعتبر نوع من أنواع المونة بسوريا وبلبنان. عملت لكم إياه اليوم بطريقة بتشهي، ونفس الطعمة اللي كنا ناكلها بسوريا من زمان. ما بتتخيلوا قديش طعمته طيبة، وطريقة كتير سهلة والنتيجة مضمونة 100%. جربوه بهي الطريقة ومتأكدة كتير رح يعجبكم. أول شي عندي 4 كيلو لبن، رح أحطهم بطنجرة وبحركهم شوي، ورح ضيف لهم 6 معالق كبار من الخل الأبيض ومعلقتين كبار من الملح الخشن. هلأ إذا ما متوفر عندكم الخل الأبيض فيكم تستبدلوه بمعلقة صغيرة من ملح الليمون. نحن هون بدنا نقرش اللبن أو نفرطه. وبعد ما ضفت الخل والملح بحركهم منيح وبشغل عليهم الغاز على نار متوسطة. وبس يبلش يفرط اللبن بتركن دقيقتين يغلوا على النار، بعدين بطفي عليهم الغاز وبحطهم على جنب. بتركن حوالي ساعتين لحتى يبردوا تماما. وهلأ بجيب مصفاية وقطعة قماش نظيفة، أنا هذا الكيس مخصصته لتصفية اللبن، وبصفي فيه اللبن بعد ما صار قريشة. أنا استخدمت لبن البقر، وإذا متوفر عندكم كمان لبن الغنم كمان بتصير أطيب بكتير. وهلأ بعصرهم كتير منيح من المي وبحط عليهم تقل لحتى ينزلوا كل السوائل. بدنا إياهم ينشفوا بنسبة 90%، يعني لازم القريشة يكون فيها شوية رطوبة. أنا تركتهم وقت أطول لهيك نشفوا زيادة، وهذا الشي ما بيأثر. هلأ أثناء تشكيلهم بضيف لهم بخات من المي. وهلأ بضيف له نص معلقة من الملح لأنه ضفنا ملح بالبداية، ومعلقة كبيرة من الزعتر المجفف، ومعلقة كبيرة من الفلفل الحمراء المطحونة، ونص معلقة من البابريكا، ومعلقتين كبار من حبة البركة، بالإضافة للكمون واليانسون والمحلب. هلأ فيكن تستبدلوا المحلب والكمون بأي بهارات تانية حسب رغبتكن، أما باقي البهارات فهي أساسية. وكمان بضيف عليهم معلقة كبيرة من دبس الفليفلة وبعجنهم كتير منيح مع بعض. وأثناء العجن بضيف بخات خفيفة من المي لأنه مثل ما خبرتكن عندي هون القريشة منشفة زيادة. وهلا هيك بتشكلوا معي بكل سهولة. أنا عملتهم هون على كرات بحجم وسط، فيكن تعملوها بالحجم اللي انتو بدكن إياه. وإذا حسيتوها ناشفة شوي أثناء التشكيل ضيفوا لها بخات من المي لحتى ما تفرط أو تشقق معنا. رح خلي قسم منهم سادة ما رح غلفه بالشي، وقسم رح غلفه بالزعتر الأخضر المطحون وبضغط عليه شوي لحتى يلزق منيح، والباقي رح غلفه ببودرة الفلفل الحمراء المطحونة اللي هي البابريكا. كمان بضغط عليهم شوي لحتى يلزقوا منيح، وبحطهم على قطعة قماش نظيفة لحتى تمتص كل الرطوبة. وهلا هيك بتركهم بمكان يفتلن هوا، أو حتى كمان فيكن تحطوهم بالبراد لحتى ينشفوا من المي تماما. والكمية اللي بدنا ناكلها دغري بعبيها بمطربانات نظيفة ومعقمة وبغمرها بزيت الزيتون. شوفوا ما شاء الله لونهم بشهي وطعمتهم عن جد كتير كتير طيبة. وهي كمية طلعت عندي من 4 كيلو لبن. هلا بحتفظ فيهم بالفريزر، بحطهم بعلب حافظة وبغطيهم منيح، ووقت الاستخدام بطلع كم حبة وبحط عليهم زيت الزيتون. وهيك بيقعدوا معكم فترة طويلة وما بصير لهم شي أبدا. جربوه بهي الطريقة وألف صحة وهنا. وإن شاء الله تكونوا حبيتوا وصفة اليوم وتكونوا استفدتوا. إذا عجبتكم لا تنسوني من اللايك ومشاركة الفيديو، واكتبوا لي كمان رأيكم بالتعليقات.